السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده جميل جدا. طبعا خدنا الاجازه وطز في الدراسه، كل عام وانتم بخير واجازه سعيده ان شاء الله. طبعا ولادك قاعدين في البيت عايزين حاجه حلوه، ريقهم ناشف، الميزانيه معاكي مخرمه، عايزه تعملي حاجه حلوه اقتصاديه جدا جدا ومش مكلفه وكلها من البيت. عندك شويه دقيق وشويه ميه، وتعالي اوريكي وصفه تجنن. حرفيا سهله جدا، بسيطه جدا، لذيذه جدا جدا جدا. ولادك هيفرحوا بيها وممكن تاكليها باكتر من طريقه. تمام. اتمنى من كل قلبي فيديو النهارده يعجبكم، وما تنسوش يا امارات لايك سبسكرايب تفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا يا جماعه الخير نسمي الله. زي ما انتم شايفين وصفه النهارده عباره عن البغاشه. البغاشه دي عباره عن دقيق. هتجيبي كيلو من الدقيق زي ما انت شايفه كده. حابه تجيبيه بقى ايه، فاخر جاهز سايب زي ما انت عايزه، بس الفكره ان هو يكون متعدد الاستعمالات. تمام. زي ما انت شايفه كده، وهتنخليه كويس جدا. لازم يتنخل علشان خاطر يبقى هش وجميل، ولو في اي حاجه وحشه كده نشيلها، ملهاش لازمه اللي هي التكتلات والحاجات اللي زي كده. تمام. هنسمي الله امارات ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حطيت كده نص معلقه ملح، ومعايا هنا ورقه فانيليا. هتقولي لي يا هبه هنحط الفانيليا على دقيق؟ هقول لك ايوه، هنحط الفانيليا على دقيق. طب انت ممكن تحطيها على الشربات، بس انا لا، هنا هحطها على الدقيق. ومعايا هنا معلقتين من السكر، عشان انا عايزه الفطير اللي احنا هنعمله النهارده يبقى طعم العجين بتاعه اصلا شوجري، طعمه مسكر. تمام. وهنقلب كده كويس. ومعاكي هنا ميه فتره، ما تعمليش ميه من الحنفيه، ميه فتره، وهتشوفي العجينه عامله ازاي، وهتشوفي النتيجه هايله وممتازه فوق ما تتخيلي. تمام. هنزل كده كوبايه ميه، دي عباره عن نص كيلو ميه. تمام. نزلتها وقلبت كده، وحسيت ان الدقيق طبعا عايز تاني، فهنزود. تمام. الفكرة هنا ان انا هخلي عجينة الفطير طرية. هتقولي لي يا هبه ازاي طريه؟ هقولك طريه، مش هخليها متماسكه كده زي بتاعه البيتزا. تمام. خليكي معايا وركزي ونشوف هنعملها ازاي. شفتي كانك بتخبزي عيش بالظبط، بتربيه كده وتقلبي فيه، هو هيبقى بالطريقه دي. انا عايزاه عجينه بتلزق، عجينه طريه وبتلزق. تمام. هيبقى تحفة وهيطلع معاكي طري، وفي نفس الوقت الغلاف الخارجي بتاعه مقرمش، وحاجة كده ايه، خيال خيال خيال. تمام. بص اهم حاجة الربة دي، ان انت تربيه كده كويس كويس كويس، وتمطش فيه كده علشان خاطر يبقى معاكي ايه، بصي ناعم ومتجانس، وهتطلع عجينة ممتازة فوق ما تتخيلوا. تمام. بصي انا بعمل ازاي، كأنك بتخبزي عيش بالظبط. تمام. تحفة، طريقة سهلة جدا جدا جدا. تمام. اتمنى من كل قلبي يا رب ان الوصفة النهاردة تعجبكم. عجنته بالطريقة دي طبعا هغطيه واسيبه يرتاح نص ساعة. تمام. وكل ما قعد وارتاح يبقى خير وبركة. تمام. معايا هنا زبدة اللي هي الفرن العادية، ومعايا زبدة بلدي فلاحي جاموسي. تمام. ما شاء الله تحفة. انا عايزه اخلي نكهه السمنه البلدي فيه ونكهه المرته المحروقه كده خطيره. سيحتهم مع بعض وعملت الميكس كده جامد ما بينهم. تمام. وهروح نازله في البايركس كده بيهم. حلوه قوي يا هوبا. بصوا بقى الاحمر اللي لازق في الطاسه ده المرته. هنسيبها؟ لا طبعا، نسيب ازاي؟ نسيب ازاي؟ ده هي الطعم وهي الاساس وهي النكهه وهي كل حاجه، هي اللي هتخلي الفطير بتاعك بلدي 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 بلدي. بصي امسحي الطاسه مسحه كده ونضفيها تنظيفه ملهاش حل. ندوبها كده وتبقى ممتزجه كده في قلب السمنه بتاعتنا. تمام يا امارات، تمام يا امارات. هستنى اما السمنه تهدى، لازم السمنه بتاعتك تهدى كويس قوي. تمام. ما تحطيش العجين فيها وهي لسه سخنه، لا اصبري اما السمنه تهدى. انا بعمل كده برضو، مني بقلب المرته ومني ببرد السمنه. تمام. والفكره هنا ان البايركس ساقع، فايه هيبرد السمنه معايا على طول. تمام. بس مش لدرجه ان هي تربط يعني، لا، لدرجه ان هي ايدك تستحملها وتقدري تحطي فيها العجين.
هي كده خلاص بقت حلوة قوي قوي تمام، وخلاص بردت تمام، ايدي كده استحملت. هعمل ايه دلوقتي؟ بقول لكم دوسوا لايك. هروح دهنه ايدي بقى من السمنه الحلوه ديت تمام، وهنروح جايبه بقى العجين بتاعنا ومقطعينه. طب هتدهني ايدك ليه؟ هو هقول لكم عشان العجينه معايا طريه وهي ما تلزقش في ايدي. بصوا بصوا، وخلي التقطيعه واحده، خلي ايدك مظبوطه وخلي التقطيعه واحده تمام. هقطعه زي ما انتم شايفين كده، وهحطه في قلب السمنه اللي انتم شايفينها دي، هنقعه كده فيها واسيبه يرتاح فيها براحته خالص، ويشرب من السمنه دي كده ويتنغنغ كده في جمالها تمام. هطلعه بقى دلوقتي منها، وبصوا بصوا هو على عايزه اقول لكم ان هو شارب السمنه اللي كانت في البايركس. وهروح بقى ايه لفه لفه زي ما انتم شايفين كده، هبدا نلف فيها كده اهوت. على فكره اللف دوت بيزود في طبقاتها تمام، وبرده هحطها جنبي على الترابيزه عشان خاطر اسيبها ترتاح تمام، ترتاح كده كويس زي ما انتم شايفين. بصوا مطلعاها من البايركس شاربه السمنه، شربت السمنه اللي حواليها، فهروح لماها كده، هفضل لم فيها. بصوا العجينه، بصوا مدى الطراوه اللي فيها ومدى اللمعان ومدى النعومه. بصوا حاجه كده ايه، حته ملبن مش عجينه، خطيره حرفيا. بصوا الجمال، ناعمه قوي يا جماعه، ناعمه قوي قوي. لميتهم زي ما انتوا شايفين كده وسبتهم برضو يرتاحوا. جبت هنا دلوقتي طاسه فيها شويه سمنه بلدي برضو كاتحاهم تمام، وهنزل كده على الترابيزه عشان خاطر هفرد. في ناس بتفرد على دقيق زي ما انت عايزه، وفي ناس بتفرد على سمنه. انا طول عمري مجربه السمنه وبتبقى جميله جدا جدا لما بفرد معاها، وبعدين بتساعد معاكي في الفرد بطريقه جميله جدا تمام. زي ما انتوا شايفين كده، نسمي الله وصلي على الرسول ونفرد كده زي ما انتوا شايفين تمام. مش مشكلة، قلتلك يتقطع مش مشكلة، يحصل فيه اي حاجة، بس الفكرة ان هو بصي يبقى ناعم ناعم ناعم، وتفرديه وترققيه على قد ما تقدري عشان يعمل لك طبقات كتيرة وجميلة تمام. فردته كده زي ما انتوا شايفين، طبعا من نغنغاه سمنة. هفضل اقلب كده وكده واروح لماه تمام، مش مشكلة برضو تلزق، الترابيزة مدهونة. وبصي واروح لما بقى زي ما انت شايفاه كده. بصي الجمال، دي كده واحده، دي كده فطيرايه تمام. هسيبه برضو جنبي كده يرتاح، احطه كده في مكان تاني وغطيه واسيبه يرتاح تمام. حته تانية كده برضو، واروح ايه برضو الترابيزه غرقانه سمنه كده ومنغنغاها سمنه تمام. وهفرد هفرد هفرد زي ما انتوا شايفين كده، وهتبقى ايه مورقه وجميله جميله وناعمه. بصي بسحب، بس خديها سحب كده، سحب كده، تبطيط وسحب، مش مشكله هتتقطع، مش مشكله خالص خالص خالص. كل ده بيتدارى وكل ده بيخش جوه، مفيش اي مشكله خالص تمام. هو الفكره ان انا عامله القطعه الواحده عباره عن فطير تمام. لو انت بقى حابه تعمليها كبيره بقى وفطير كبير، يعني ايه، خدي كام واحده حطيهم في واحده بس. يعني مثلا بصي زي ما انا فاتحه كده، حطي واحده تاني فوقها، واحده تاني فوق، واحده تاني فوقها، وروحي في الاخر لماهم مع بعض في قلب واحده بس، وسيبيهم يرتاحوا. بعد كده بقى ايه بططيها وافرديها، تطلع معاكي ايه واحده كبيره وهتبقى جميله قوي. بصوا بقى الجمال، بصوا نعومه العجينه وشرب السمنه ازاي ولمعانها رهيبه تمام. هسمي الله كده واقعد بقى كده ايه، خلاص انا رجلي وجعتني بقى من الوقفه، وهقعد بقى ايه اكمل بقيه الفطير وانا قاعده. بص بص السرعه والجمال كده، تيكي 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 على طول خلصتها. يخرجي على الجمال. بصوا بدل ما تحطي سمنه على الترابيزه برضو، حطي كده في قلب الطاسه ونغنغيها في السمنه، خليها تشرب سمنه وتبقى جميله. طيب هتقولوا لي يا هبه انت عاملاه صغنن ليه كده؟ هقول لك صغنن علشان قد ولادي، يعني الواحد ياخد الفطايه تبقى حلوه قوي، سواء كبير او صغير تبقى جميله. جبت بقى طاسه وجه وقت التسويه تمام. هروح دهنها كده برضو سمنه، دي صينيه سوري مش طاسه، وهفرد فيها الفطيره كانك بتفردي رغيف عيش. هخليها قد رغيف العيش بالظبط، هخليها زي الجاهزه بتاعه الافران اللي احنا بنشتريها من بره تمام، لا كبيره قوي ولا صغننه قوي. طيب وهتسويه فين يا هوبه؟ هقول لك يا قلب هوبه، انا دلوقتي هسويه في الفرن. جربت قبل كده سويته على البوتاجاز من فوق، ما بيبقاش منفوخ وما بيبقاش قابب ولا مورق كده، ما بيعجبنيش الصراحه. تمام، مولعه دلوقتي الفرن من تحت ومن فوق، وايه وهحطه واسويه. بصوا بصوا هو اصلا قبل ما يتحط في الفرن، بصوا الفقاعات اللي فيه، بصوا منفوخ والله العظيم فعلا منفوخ وفقاعات كده وجميل. سويته وطلع بالشكل الجميل ده، تحفه تحفه تحفه.
انا عامله شربات وعامله سيرم. تمام. بصوا سامعين صوت القرمشه؟ سيمفونيه قرمشه كده، ومن جوه طري ومورق وجميل. هنزل عليه دلوقتي بالشربات او السيرم عشان خاطر يبقى جميل زي البغاشه وزي اللي بيتباع بره جاهز في الافران. تمام. بصي لو انت مش حابه الشربات وعندك سكر بودره، اعملي سكر بودره مع شويه جوز الهند وعطريهم كده ايه بشويه قرفه، هتبقى جميله قوي قوي قوي. بصوا هتبقى وصفه تحفه. حبه قشطه، حبه نوتيلا، حبه بصي جبنه قديمه، جبنه بيضه، دلعي وكلي زي ما تحبي وبسطي ولادك. حبه قشطه مع الموز، حبه بصي دلعي زي ما انت عايزه. الفكره ان تعملي حاجة حلوة واقتصادية وجميلة جدا ومن البيت ومن غير ما تغرمي حاجة ولا تدفعي كتير. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.